عمرك ما كنت بارز ولا قيادي في جماعة الإخوان لا المسلمين، لا لكن شاهد على أحداث جماعة الإخوان شاهد المسلمين، جدا شاهد عن قرب. قرب. يعني أقول خال حضرتك اللي هو صهرك اللي هو والد أمنا حرم حضرتك، فضيلة الشيخ محمد فرغلي المجاهد العالم الكبير الذي وقف له الإنجليز والعالم كله يحسب له ألف حساب. يعني أنت ما خدكش معاه، ما دخلكش، يعني بحيث أنك أنت تبقى. أذكر يوم الشيخ البقوري وأنا في الرياض قالوا لي مجلة روز اليوسف نشرت أنه جميل عبد الناصر طلب من الشيخ البقوري يجي بسرعة. جاءه بسرعة، قال له أنا علمت أن فضيلة الشيخ فرغلي عليه الدين والله ما يدفع هذا الدين غيري. ده مين اللي بيقول؟ جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر. وهذا الكلام نشرت الروز اليوسف وخبرت به وأنا في الرياض، وعرفت بعد ما جيت ورحت قابلت الشيخ البقوري. الشيخ البقوري علاقته بيتنا بيه وعلاقتنا بيه علاقة الاثنين، إن كان خالي ولا هو متربين في معهد أسيوط، لأنه من بقور وبقور بيننا وبينها مسافة. هم جيل واحد؟ هم جيل واحد؟ جيل واحد والسن واحد. 1906. نعم. معرفة يعني هم طلبة. لما جيت أنا رحت قابلت الشيخ البقوري وقلت له الرز اليوسف بتقول بأنك أنت طلبك عبد الناصر يقول لك الدين اللي على الشيخ فرغلي والله ما حد يدفعه غيري. ما سألتني عن العلاقة بين خالي وبين عبد الناصر 100%. كلمك عنها؟ هي طبعا، وكنت أحيانا أطلب مني برقية، عارف كل شيء من علاقته مع عبد الناصر. أهم ما في هذه العلاقة كان إيه يا مولانا؟ الحب بينهم. علشان تشرح العملية شوف من كان يحيط به، لا تحمل كل تبعة ما جرى. ضباط أحرار. ما لي دخل، بأمسك عن هذا.